وصفتي النهارده كانت على الوافل. الوافل الجميل ده طلع اكتر من 20 واحده بنص كيلو دقيق، بيتباع غالي جدا بره. انت تقدري تعمليه حتى ولو بيضه وكوبايه دقيق، ويطلع منك حلو جدا وسهل وامكانياته سهله كلها من البيت. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاهده والمتابعه، ويلا بينا نشاهد سوا الفيديو ونشوف الطريقه ونسمي الله. يا مساء الخير، يا مساء الخيرات على احلى متابعين. النهارده هعمل الوافل. انا عملته قبل كده وهعمله المره دي حاجه بسيطه لتحضيره، تحضير الوافل. تعالوا نعمله واقول لكم على مقاديره خطوه خطوه. هنعمل الاول هنا معايا مبدئيا بيضتين، هنحط عليهم فانيليا. هنمشي مع بعض خطوه خطوه. هحط الفانيليا، نسمي الله. اي فانيليا ما عندك. خلاص كده. هو ممكن تضربيه بمضرب سلك على ايدك او بشوكه، هو سهل، بس انا اختصارا للوقت بضربه بكهرباء. وكمان ما عندي السكر مخرز، فلازم هياخد مني وقت، فقلت اطلع المضرب الكهرباء. تمام. تعال نسمي الله واضرب البيض. بس هنا وقعت هنا بتاعت قشرة بيضة اهي، طلعها خلاص. ونبدأ ونسمي الله ويلا بينا كده. بسم الله. خلص وارجع لكم. كده ضربت البيض. هنزل سكر كوبايه الا ربع، او عايزه كوبايه ماشي. حاولي بقى تضربيها كويس قوي. عايزه اقول لكم معلومه على الفانيليا. الفانيليا السائله حلوه جدا في ايه، في البيض، لكن تعملي بيها رز بلبن وحاجه ممكن تتاكل تبان ريحتها بتبقى صعبه شويه. معرفش عندي ولا عندكم بقى. فانا بفضلها لما اكون بعمل حاجه بيض، كيكه، الحاجات دي ما بتبانش الريحه الجامده قوي. فانا بحبها في السوائل كده، في الحاجات اللي ما تبانش زي الرز بلبن. خلاص انا هحط السكر كوبايه الا ربع، وهضربها جامد طبعا عشان دي ايه، مخرزه كده. انا ضربت البيض هنا. المفروض بيبقى ممكن كوبايه لبن، يعني تكون مش سخنه ولا يعني دافيه خالص خالص. والبيض بيكون يعني يكون مطلعه من التلاجة بقاله مده. حاجه يعني لازم اقولها لكم عشان برضو ايه ما تقولوش الوصفه كانت غلط. اللبن ده دي كوبايه الا ربع انا هحطها، ونعازت بعد كده هحط بقيه الكوبايه. يعني هي المفروض تتحط كوبايه، المقادير دي ممكن كوبايه، بس انا هحط كوبايه الا ربع حاليا. بعد كده هحط الكوبايه ربع كوبايه اما لو احتاجت. خلاص كده يلا بينا نبدا وننزلهم هنا. بعد ما ضربت البيض واللبن والسكر كل ده، وهنا 3 كوبايات ونص، يعني نص كيلو دقيق، عليهم بيكنج باودر. حطيت الباكو كله وحللته تمام، وذره الملح. اللي هعمله انا شلت الكهرباء، مضرب الكهرباء يعني شلته، وهنزل هنا شويه بشويه وهشوف هيعمل معايا ايه، هياخد معايا قد ايه، واحده واحده كده. خلاص هشوف هياخد قد ايه. خلاص كده بصوا انا حطيت يعتبر كوبايه، بقيه الكوبايه اللبن، وتبقى تخينه كده. اللي هعمله بقى تاني، هنا عندي سمنه مسيحاها في الميكروويف، او ممكن تسيحيها على البوتاجاز اهي، تحطيها اقل من نص كوبايه، اقل من نص كوبايه، وشوفيها برضو. بسم الله بسم الله. هو شبه الكريب في تخنه، يبقى شبه الكريب. عايزه تحطي زيت ممكن تحطي زيت، بس عشان ما تبقاش ناشفه محرفشه معاكي. اهو كلها اهي، حبه بحبه برضو كده. سوري مع الجماعه. يلا بينا نبدا نحط ان شاء الله خير. حاولي ما تحطيش فيها ياما، المكنه سخنه.
تنزليش فيها ياما وسيبيها بقى مفتوحه كده معاكي كده قدامك كده شويه، وبعد كده لما تحسي انها نشفت من فوق غطيها عشان بتلزق من فوق وتحت ممكن منك. انا غطيتها، ما تفتحيش عليها خالص لما تحسي استوت عشان ما تتقسمش في نص فوق ونص تحت. انا سايباها شويه وهوريها لكم لما تستوي شكلها ايه من جوه. يا جماعه بصوا كمان انا سبتها ياما كمان اهو. هعمل تاني وارجع لكم تاني. تعالوا نعمل واحده كمان ونخفف برضو نخففها شويه باللبن. خففها وانزل، مش هنزل كتير، اقل من نص كبشه كده عشان برضو حجمها طلع كتير وعشان تقطع معاكي كتير. خلاص كده ننزلها بقى عشان النقشات اللي فوق تبان. خلاص كده يا جماعه بصوا ممكن اقلبها على الناحيه التانيه لو انتي ايه شايفاها من فوق ما اتحمرتش قوي. خليها من فوق بس طلعت حلوه قوي. تمام بس كده اهي. شايفين الجمال؟ شايفين؟ حلوه قوي قوي. نبدا بقى نخلص كله وارجع لكم تاني. بصوا هنا بعد ما خلص بقى خلاص نرش عليه هنا بقى شوكولاته سوسي، قصدي شوكولاته كده الطريقه دي كده الجميله. سهل يا جماعه والله سهل، ممكن تعمليه يعني. انا عملته بالليل اهو كده كده الطريقه دي. ممكن تحطي عليه فاكهه زي ما انت عايزه تحطيه عليه. تمام. ايه رايكم في الجمال بقى ده؟ هو جميل جدا. ثواني كده واوريه لكم بقى على طبيعته عشان هو لسه سخن. انا كده خلصت الوافل الجميل ده هوت وحطيت عليه شوكولاته صوص، الصوص بتاع الشوكولاته، وزوقته بالفراوله الجميله دي. ايه رايكم بقى في الجمال؟ اتمنى يكون عجبكم الفيديو ده والطريقه دي، ولو عجبكم ما تنسونيش في المشاهده والمتابعه عشان يوصلكم مني كل جديد. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.